السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. في البداية كده سامحوني على صوتي عشان عندي دور برد محترم شوية، الحمد لله وربنا يشفي الجميع. النهاردة في سلسلة فيديوهات التوفير اللي هعملها لكم ان شاء الله هنعمل الفيجيتار في البيت. كيس الفيجيتار صغنن وبسعر غالي. ازاي بقى تعمليه في البيت من بواقي المعجنات بتاعتك؟ زي ما انتوا شايفين كده، تبقى صباع فينو على حتة كحكاية على حتة قرصة على نص صباع ايا كان، بتجمعيهم كلهم في كيس زي كده وبتخليهم عندك، سواء بقى في التلاجة في الفريزر لو الجو عندك بيكون حر، او لو هتسيبيهم لفترة طويلة يفضل يعني تسيبيهم في التلاجة او الفريزر. بتحطيهم في مكان يتهووا زي كده ينشفوا تمام، صباع الفينو يبقى ناشف، تخبطي عليه كده تسمعي له صوت. او في ناس بتختصر الوقت، لو ما عندكيش وقت بتشغلي فرن البوتاجاز وتسيبيه شغال شويه، مثلا بعد اكله عملتيها صينيه مكرونه بالبشاميل، ايا كان اي اكله يعني في الفرن، بعد الفرن بيبقى سخن، قفلتيه خلاص وهو سخن، بتحطي فيه المعجنات الباقيه دي بتنشف تمام. بس النصيحه ما تولعيش عليها الفرن، لان عملت كده قبل كده، غمقت لي الفينو وبقى الفيجيتار بتاعي غامق. بتجيبي الفينو اللي نشفتيه، سواء بالطريقه اللي قلنا عليها التهويه، او بالطريقه التانية ان انت عملتيه في الفرن. بتقطعيه زي كده، او بمعنى اصح بتكسريه في الكبة. ما تنسوش بس في البداية يا جماعة الدعم، اللي هو لايك للفيديو، كومنت برأيكم، واشتراك في القناة طبعا، وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم بإذن الله. وكلنا في انتظار ان شاء الله الفيديو القنبلة اللي هو من بعده ان شاء الله لا هتشتري زيت ولا سمنة من بره، وهتعمليهم جوه بيتك بمكونات جوه بيتك. السمنة هي اللي هتعمليها جوه البيت، والزيت مش هتشتريه بعد الفيديو اللي هوريه لكم ان شاء الله يعني بمشيئة الله. تمام، دلوقتي انا بوريكم وانا بضربه في الكبه. ما تضربيش في الكبه وتفضلي حاطه صباعك عليها، لان الكبه ممكن الموتور بتاعها يتحرق. تمام، انت بتشغلي شويه وتوقفي شويه، تشغلي شويه وتوقفي شويه لحد ما يدوم معاكي، عشان ما يبقاش في معافره في المكنه، ما يبقاش صعب على الكبه. تمام، ودرجة ضربه في الكبة بتبقى على حسب انت بتحبيه بأنهي درجة، بتحبيه ناعم جدا، بتحبيه خشن، بتحبيه وسط. فزي ما بتحبيه تخليه يعني لحد الدرجة اللي انت عايزاها، وتوقفي فرم لحد كده. تمام، دلوقتي بعد ما خلصت الكمية اللي وريتها لكم وبقيت ناعمة، انا نفسي بحبه ناعم، يعني هعمل شوية ناعم وشوية وسط بقى بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بنستخدمه في ايه ده بقى؟ بتتبلي بيه البانيه، بتحطي منه في الكفته بيديها طعم فظيع زي الفيديو اللي عملته لكم طريقه الكفته المشويه. بتستخدميه في حاجات كتير جدا. تمام، وكمان في ناس بتعمل بيه بيتزا، بس لسه يعني ايه، لسه هشتغل على الطريقه دي واوريها لكم باذن الله. تمام، انا حطيته في طبق عشان التصوير بس، وهحط عليه البهارات بتاعتي لما اخلص الكميه كلها. لكن انت اختصارا للوقت، وان انت كمان ما تعمليش مواعين عليكي، وهو في الكبه بتشيلي بس سلاح الكبه وتحطي البهارات بتاعتك اللي انت عايزاها عليه، وتقلبيه كده بايدك بالمعلقه، وتنقليه في الكيس على طول، عشان بس ايه ما تزوديش مواعين على نفسك. دي الكميه التانية بعملها معاكم برضو، بقطع الفينو بنفس الطريقه، او بكسره زي ما قلنا. ما مملاش الكبه للاخر عشان اعرف بس اقفلها وتشتغل معايا كويس. وهفرمه هيبقى معايا بالشكل ده برضو زي اللي قبليه. تمام، ده ناعم، ده اللي هحطه دوت مبشور وسط شوية. حطيت الاتنين على بعض، اللي تحت دوت لونه مصفر شوية عشان قرص على او قرص على فينو، لكن اللي فوق كان فينو بس. وفي فينو كمان اوقات بنشتريه مش بيبقى مستوي قوي، فلونه بيبقى فاتح، فهو اللي مدي برضو اللون ده الفتحين ده. تحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها، ده حسب اختيارك، والكمية برضو على حسب اختيارك. انا حطيت معلقة صغيرة ملح، ويعني اقل من نص معلقة فلفل اسود، ما بحبش اكتره. وكمان هحط نص معلقة صغيرة البهارات السبعة. تمام، بس هديله تقليبة كويسة عشان البهارات دي كلها تندمج مع الفيجيتار بتاعي. على فكرة الحل ده بيوفر معاكي جدا جدا جدا. كيس الفيجيتار ممكن يقعد معاكي يعني يا دوب هي مرة لقلي البانيه. تمام، لكن ده هيفضل معاكي، هتجمعي الاكياس زي ما هتشوفي كده وتحطيهم في الفريزر او في التلاجة او في اي مكان زي ما تحبي،
وتستخدميهم براحتك. بس عملت الكمية اللي معايا، عمل الكيسين بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش دعوة حلوة، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عندكم اي اقتراح او اي حاجة عايزينها اعملها لكم سيبوها لي في الكومنتات، وان شاء الله ربنا يقدرني واعملها بإذن الله. سلام عليكم، مع ألف سلامة.